كمية الخضوع والخنوع وعدم المسؤولية واستتفاه الخصم عند ريال مدريد فظيعة جدا. كمية الخضوع والخنوع عند شخصية ألفارو أربيلو للسوبر ستارز ومجاملته إلهم كمان فظيعة جدا. على أرضك وبين جماهيرك بتسجل هدف وبتصنع بعدها 30 فرصة بتفشل في التسجيل، وريو فايكانو بقدم مباراة عظيمة وبيسجل هدف في الشوط الثاني وبيخليك تعاني على مدار المباراة، وبتلاقي عندك في الشوط الثاني بدل ما تلاقي لعب وأداء بتلاقي رحلة البحث عن ركلة جزاء. فعليا الجميع في ريال مدريد كانوا بيبحثوا عن ركلة جزاء في مباراة اليوم أكثر من أنهم يلعبوا كرة قدم. كمية غرور، كمية أنانية في أداء النجوم، صرت تحس أنه ريال مدريد فعليا مجموعة من المرتزقة، مجموعة من الناس اللي ضامنين أنهم يلعبوا بغض النظر عن نتائج، وبالتالي صار عندهم نوع من البرود اللي غير مبرر. على الرغم من أنه ريال مدريد ما بيقبل أنه هذا النوع من اللاعبين يكون موجود في فريقه كجمهور وكإدارة. يعني غريب الإدارة مجاملتها للاعبين فظيعة جدا. غير هيك ألفارو أربيلو حافظ التبديلات حفظ، يعني فعليا سواء فائز خسران متعادل بيعمل نفس التبديلات. يا رجل ألابا اللي كانوا يحكوا عنه الموسم الماضي انه حالته الصحية ميؤوس منها وقد لا يعود الى الملاعب، صرنا نشوفه اول تبديل مع ألفارو أربيلو. يا رجل يعني صرت احس بحالة مش طبيعية، انه انا بمجرد اشوفه بقول انتهت حلول الارض، خلص الله يستر، بس ربنا هو اللي قادر يخلي ريال مدريد يفوز اليوم. بغض النظر عن كل هاي التفاصيل، في النهاية انا رغم اني ما بحب انه ريال مدريد يفوز بهاي الطريقة، ولكن في النهاية هو فوز حققه ريال مدريد عشان يحافظ على فارق النقطة اللي بتحافظ على حظوظه في المنافسة على الدوري. وفي النهاية المنافسة على الدوري مهمة جدا، لأن المباريات متباعدة بين مباريات دوري أبطال أوروبا، بالتالي في حال خرج من الدوري نفسيا رح يخرج من كل البطولات، ورح نشوف ريال مدريد بموسم صفري. أنا يعني بأسوأ الأحوال ما بتمنى إنه ريال مدريد يخرج بموسم صفري، وأتمنى له دائما حصد الألقاب بكل الظروف وبكل الإمكانيات.